إسرائيلي، حيث تصر إسرائيل على الاعتداء على لبنان برا وبحرا وجوا، وتصر على عدم التزامها بالشرعية الدولية، وفي المقابل يصر لبنان على حقوقه وعدم التنازل عنها وعلى تحقيق صموده بفضل مقاومته، مقاومة شعبه ومؤسساته وكل بنيان الدولة اللبنانية، ورفضه لهالممارسات الإسرائيلية وإصراره على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان والطلب الدائم لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره. الأمر الثاني هو موضوع النزوح السوري، وأعربنا مجددا عن أن النزوح واللجوء هو أمر مرفوض في الدستور اللبناني، وأن الحل الوحيد الممكن للنازحين هو في عودتهم إلى بلدهم، لأنه في بقائهم في لبنان خطر عليهم وخطر على التركيبة اللبنانية القائمة على التوازن والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى عدم قدرة لبنان على استيعاب أي شعب على أرض لبنان بسبب قلة مواردنا وطبيعة اختصاص. ومن هالباب هيدا ومن باب الحفاظ على أمننا القومي طلبنا أيضا مساعدة مصر بتفهم أكبر عربي ودولي إلى موقف لبنان وإلى ضرورة تحمل مع لبنان الأعباء الاقتصادية وتحمل الأعباء والأعداد بالموضوع النازحين السوريين، لأنه ما سجله لبنان حتى الآن من وجود 200 نازح في الكيلومتر المربع على أرضه هو أمر لا يمكن أن يحتمله بلد في العالم، كان انهار من زمن طويل. وبالتالي أي رهان باستعمال النازحين السوريين كورقة سياسية من الخارج المرمى السياسي والوصول إلى أهداف سياسية في سوريا أمر لبنان يرفضه وسيقاومه حتى النهاية. ثالثا موضوع التحدي الأمني المتمثل في الإرهاب، وطبعا مصر خير من عانى من هذا الموضوع، واجهه بعسكره وجيشه